طاب توقعاتكم. نحن معكم في لقاء جديد من برنامج الرأي، وضيفي لهذا اليوم فضيلة الدكتور محمد معشوق الخزنوي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني دكتور معشوق، هل يمكن أن تتحدث ولو بإيجاز عن المسيرة العلمية لكم؟ بداية أظن يعني أنا معروف من قبل أهلي وقومي. تأكيد. لكن لابد من تعريف بسيط. أنا ابن الشيخ عز الدين الخزنوي، والعائلة الخزنوية هي عائلة معروفة في منطقة كردستان بشكل مجمل بغض النظر عن التقسيمات السياسية الجديدة. الكرد أينما كانوا يعرفون هذه العائلة على الأقل ضمن المستوى الديني. نعم. بداية أنا كشخص ابن هذه العائلة ومتأثر بتراث هذه العائلة وثقافتها، وهم طبعا مسلمون. منهجهم في التربية والتهذيب والسلوك معروف لدى الإخوة الكرد. لكن بداية أستطيع أن أقول إن هذه المدارس التي تعلمنا فيها كانت مدارس منغلقة. كيف؟ يعني طبيعة الثقافة القديمة كانت تحتم على الكرد أن يدرسوا أكثر من 7 8 سنوات 10 سنوات ربما لغة عربية. نعم. فيقضون كل هذه السنوات في النحو والصرف والبيان والبديع والحفظ المتون العربية، وربما بعد كل هذه السنوات لو سألته أن يشرح لك نصا ربما تلكأ. فأيضا من الناحية الفقهية والعقدية كانوا يتلقون الرأي الواحد، وكأن الناس يجب أن تستنسخ، عبارة عن فوتوكوبي، والناس يجب أن يكونوا صورة طبق الأصل عن أساتذتهم وعن مشايخهم، والحق هو واحد لا يتعدد. لكن شاءت يعني قدرة الله أن تتهيأ لي ظروف معينة ورب ضارة نافعة، فأنا أنهيت دراساتي في ضمن المراحل الإعدادية والثانوية في سوريا. والمرحلة الجامعية أنهيتها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 84 ميلادية. ثم بعد ذلك أنا انشغلت في مجال الدعوة والتدريس والتعليم، وكنت أنا طبعا متزوج مبكر يعني، وأنا رب أسرة، وأبنائي ربما يصغرون عني ربما بفارق سن قليل جدا. يعني أكبر الأولاد يصغرني ب14 سنة فقط. بعد ذلك لما تصدرت لمجال الدعوة، وخاصة لما يحصل الإنسان فراغ أو في عمقه الاستراتيجي الذي كان يستند إليه وهو العائلة والأب، وخاصة بعد فقدي للأب وتفردي في مجال الدعوة واضطريت أن أتحمل المسؤولية بنفسي، شعرت أن هناك حاجة لمزيد من الوعي والثقافة والاطلاع على الآراء المتعددة. فأنا أخذت الماجستير في مجال الأمن. رسالتي في الماجستير هو الأمن المعيشي في الإسلام، يعني المجال المعيشي، الأخلاقيات الإسلامية، وطبعا من جملتها أتطرق إلى الضوابط الأخلاقية القيمية للإسلام في مجال المعيشة، وليس التفاصيل التي ورثناها عن آبائنا التي تتدخل في كل جزئية صغيرة أو كبيرة في المجال المعيشي أو الاقتصادي. بعد ذلك أنا طبعا الماجستير كان في كلية الأوزاعي بلبنان يعني، وبعد ذلك أنا أخذت الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بباكستان. أطروحتي في الدكتوراه تتعلق بالتقليد وأثره في الفتن المذهبية، لأنني شعرت من خلال على الأقل تجربتي في منطقتي، سواء كانت يعني في سوريا أو كعمقي الكردستاني، شعرت أن المؤسسة الدينية دائما تحاول أن ترسخ مفهوم التقليد ومفهوم تبعية الناس للمرجعية الدينية، وبالتالي المرجعية الدينية تتصرف وفق مصالحها غالبا، وغالبا ما تتنافس مرجعيتان دينيتان، ويسهل عليهم بكل بساطة أن يزجوا كل هؤلاء الأتباع والبسطاء في ميدان من الصراع، ربما يكون اقتصادي، ربما يكون سياسي، ربما يكون اجتماعي، وأحيانا يكون دموي. فلذلك أنا كنت حريص على تحرير الإنسان المسلم من سلطة التقليد
وتنويره وبيان المبدأ الأساسي في الإسلام أن على الإنسان أن يتحمل مسؤوليته تجاه ربه في هذه الدنيا. لا بأس أن يستفيد من الآخرين وأن يسأل أهل الذكر، ولكن هو وحده الذي يتحمل في تحديد الخيار ويدفع ضريبته يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو منهج الدكتور معشوق الخزنوي؟ بالتأكيد هذا هو المنهج يمكن أن أعبر عنه، وطبعا ومعي كثير من التنويرين من العلماء يعني الذين أفتخر أنا بصحبتهم ومعرفتهم في سواء كان في سوريا أو في بلاد أخرى. يعني نحن منهجنا هو التجديد الديني، لأننا نشعر أن الأديان تجديد ماذا؟ تجديد الخطاب الديني، نعم. تجديد العقيدة الدينية، تجديد الفقه الديني، تجديد السلوك والأخلاقيات الدينية، لأننا نعتقد أن الأديان تخلق كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأديان لا تخلق كما يخلق الثوب. تخلق أي تموت بالتقادم، تنعتق، وكما تتخ وتتلاشى. ولا بد للإنسان أن يجدد ثوبه كما يجدد دينه كما يجدد ثوبه. ومن هذا الباب يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مهمة التجديد. مهمته أن ينفي عن الدين تحريف الغالين، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه قضايا ثلاثة بالتراكم الثقافي خلال 1400 سنة نحن نعاني، لدرجة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع من عالم الغيب على الواقع الإسلامي الآن لتنكر لواقعنا وقال: أنتم لستم المسلمين الذين دعوتهم. وهذه الضوابط والأخلاقيات والسلوكيات التي تمارسونها هي ليست سلوكيات وأخلاقيات، وبالأخص في المجال العقدي. يعني الإنسان المسلم وخاصة في بيئتنا الكردية، يعني نظرا لأن الأكراد ليسوا عرب، لا يأخذون العلوم الإسلامية من منابعها، وإنما الشيخ أو المرجعية الدينية أو الملا هو الذي يعطي المعلومة الدينية بالقطارة وضمن توجهاته الثقافية أو حتى ضمن مصالحه الدنيوية للكردي المسكين الذي يعاني من فراغ ديني وعقدي في ذاكرته. ولذلك صوروا له أن الشيخ هو ربما مهدي منتظر، أو أن الشيخ ربما نبي معصوم، أو أن الشيخ ربما إله. في كثير من مجالاتنا الصوفية وصلت بنا المرحلة إلى أن قلنا للمسلم، وأظن الذين يعيشون في بيئتي سواء في سوريا أو في تركيا ويعني يألفون الحياة الصوفية المنحرفة الموجودة في بلادنا، يسمع كل يوم بكل بساطة أن الشيخ الفلاني هو المتصرف على الإطلاق الذي لم نر له. يوميا في الختمة نحن نرددها: المتصرف على الإطلاق الذي لم نر له نظيرا بعد التفحص في الآفاق. هل مسلم يعيش حياة النبي عليه الصلاة والسلام بإمكان أن ينسب التصرف المطلق لشخص؟ أو نقولها هذا عن مشايخنا، نقول عنه نور السماوات والأراضين. عن الشيخ يوميا عن الشيخ فلان نور السماوات والأراضين. نحن ما تجرأنا إلا أن نردد قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. تصور أن يكون الله نور السماوات والأرض بينما شيخ يكون نور السماوات والأراضين. فهذا الواقع الذي نحن طبعا وأكثر أحد مشايخنا أسندوا إليه، ربما هو الذي قال، أو ربما تاجر أبناؤه بمقولته. قالوا إن شيخنا فلان قال إن محبة الشيخ مقدمة على محبة الله. تذويب شخصية الناس في الرجل الإله، في الرجل الصنم، هذه لا علاقة لها بالإسلام. ويحتم علينا واجبنا الديني أن نزيل هذا الحاجز الديني، هذه القداسة الدينية التي أضفيت على بعض الأشخاص ودفعوهم دفعا إلى العبودية. فمنهجنا في التجديد هو أن نعيد الأشياء خاصة في مجال العقيدة إلى ثوابت الإسلام وإلى بساطة الإسلام. في المجال الفقهي، الفقه نحن نشعر أنه تراكم فهم الرجال، وإذا كان تراكم فهم الرجال وثقافة الرجال ورأي الرجال فهو يتبدل بتبدل الزمان. ولذلك فقهاؤنا قالوا: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة أو الأزمان.
سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه حين كان يسأل عن مسألة كان يسألهم يقول: هل هذه كائنة أم ستكون؟ إذا قالوا له كائنة أفتى، وإذا قالوا ستكون قال: دعوها لعالم زمانها. في المجال الفقهي أنا أسأل، نحن في بلاد كردستان علماؤنا كلهم لو سألتهم يقولون نحن شافعية. اسألهم عن عشرات المسائل يفتيك عكس ما قاله الشافعي. ولو قلت له أنا أريد أن تذكر للمرجع سيأتي لك بكتاب ألف قبل 50 سنة أو 100 سنة أو 200 سنة، يأتي لك بالباجوري أو بالبجيرمي أو بالأنوار أو بالمغني أو بالنهاية أو بالتحفة أو كذا، ويقول انظر ماذا يقول فيه. يا أخي الشافعي ما قال هكذا. عد إلى الأم، كتاب الإمام الشافعي يقول عكس هذا. يقول لا، البجيرمي يقول. قل يا أخي للناس، عرف لا تخجل، قل للناس أنا بجيرمي، قل لهم أنا باجوري، قل لهم أنا خزنوي، قل لهم أنا قادري، قل لهم أنا رفاعي. لا يعني تحاول أن تنتحل شخصية رجل. هذا الرجل كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام الشافعي. كانوا يقولون له إذا رأينا لك قولا يخالف قول رسول الله ماذا نفعل؟ كان يقول اضربوا بقولي عرض الحائط. يقول لهم إذا رأيتم لي قولا يخالف قول رسول الله فلا تأخذ به لأن عقلي حينئذ قد ذهب. لأنه أنا كمسلم واعي لا يمكن أن أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيتم لي فتوى يخالفها فاعلموا أن عقلي قد ذهب. فنحن مشكلتنا أننا تقوقعنا ضمن ثقافة آبائنا وأجدادنا وأخذناها بالمسلمات. نفس الفكر، نفس المنهج، نفس الخندق الذي غرق فيه الأمم التي قبلنا يوم كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث باسم العقل وباسم المنطق وباسم الحكمة وباسم مصلحة العباد، لكن الذي يحول بينهم وبين اتباع هذا النبي المصلح المعلم المجدد المربي هو أن هذه العقدة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني هذه مسألة خطيرة للغاية، يعني كأنك تقول أو تشبه الوضع الراهن بما كان عليه أولئك الناس. يعني أنا فقط للعقل. نعم أنا فقط في الآلية وفي المجمل، ولكن ليس بالتفصيل. أنا أعلم أن المسلم لا يمكن أن يستوي مع المشرك الذي كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أتحدث عن الآلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الآلية وليس عن التفاصيل. لكن هذه الآلية قد تدفعنا حتى إلى التفاصيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. يعني إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى أو مجال آخر، نتحدث عن الإسلام السياسي، وخاصة في هذه الفترة تتصاعد العديد من الأسماء الحركات السياسية الإسلامية ضمن المنهج الذي تعملون به. كيف تقيمون هذه الحركات؟ كيف تنظرون إلى هذه الحركات؟ وكيف يمكن لأبناء الشعب الكردي، وخاصة البعض أصبح مغاليا أو أصبح لديه غلو كما في جنوب كردستان ويقال أنه أنصار الإسلام منهم، كيف ترى ذلك؟ أنا يعني من منطلقي كمسلم متعلم متنور، من حقي أن أعود إلى التراث الأول، إلى نص المقدس. أنا أعلم أن للمسلمين نصا مقدسا هو كتاب الله وسنة رسوله. هذا النص المقدس جاء مشايخنا وآباؤنا وأجدادنا شرحوه، وضعوا له شرحا، ووضعوا تحت الشرح حاشية، وتحت الحاشية هامشا، وتحت الهامش تعليقا. أنا بالنسبة لي كطالب علم هذا الشرح والتعليق والهامش والحاشية بالنسبة لي مصدر غناء يعينني في بحثي. لكن المشكلة أن كما يقول العرب الجر بجر الجوار. المشكلة أن مشايخنا وعلماءنا أعطوا القداسة للشرح والهامش والتعليق والحاشية لمجرد أنها كانت مجاورة للنص المقدس. نحن ننادي بفصل النص المقدس عن ممارسة الرجال، عن سلوك الأشخاص. ولو أنني عدت إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام، إلى رسالة الإسلام، ستجد أن الإسلام لم يكن يحتوي ضمن خطابه شيئا اسمه الإسلام السياسي، كما أنه لا يوجد الإسلام الاقتصادي ولا يوجد الإسلام الفلسفي. يعني كل هذه عبارة عن أفكار نحن أردنا أن نروجها
حتى تروج في المجتمع الإسلامي لابد أن نختمها بخاتم الإسلام، بخاتم النبي. أنا ذكرت يعني منذ فترة سابقة وأنا الآن أذكرها لأنها مع الأسف تجرحني في الصميم. استعمال الإسلام في كل شيء مطية ووسيلة للوصول للأهداف. أحد الإخوة من الأعزاء علي هو من نصيبين، كان يشتري المازوت من سوريا أيام 4-5 سنوات كان هناك تجارة متبادلة. نعم. فسألني وبالتشاور دل الرجل على رجل مسيحي من القامشلي يتاجر معه في المازوت. نعم. أحد مشايخنا يسأله: أنا ابني أيضا يبيع المازوت، لما لا تشتري منه؟ فقال الرجل: هذا المسيحي رجل مسن وتاجر وتأقلمنا يعني معه وهو رجل أمين، فلم يبقى هناك مجال لهذا الشيخ أن يجر التاجر إلى ولده إلا استعمال اسم الإسلام أو استعمال صفته الشخصية. قال له: إن المازوت الذي يأتي به ولدي يختلف عن المازوت الذي يبيعك هذا التاجر المسيحي. فهذا الرجل كان ناضج طبعا، يضحك ويقول: شيخي ليش أنتم عندكم مازوت إسلامي يعني؟ نعم. الناس لم يعودوا أغبياء. نعم. أن تقول عندي مازوت إسلامي، بدأوا يفهمون أنك تستعمل الإسلام من أجل ترويج المازوت. نعم. وأيضا حين تقول أنا عندي إسلام سياسي، يفهمون أنك تستعمل اسم الإسلام من أجل ترويج سياستك. نعم، عندنا كمسلمين منظومة أخلاقية عامة للسياسة، بمعنى يجب أن تكون هناك عدالة، يجب أن تكون هناك مساواة، يجب أن تكون هناك شورى وحرية وحقوق لكل الناس متكافئة. هذه ليست نظرية سياسية إسلامية، هذه منظومة أخلاقية عامة تجدها في الإسلام، وقد تجدها في المسيحية، وقد تجدها في اليهودية، وفي كل الأديان التي جاءت بالقيم النبيلة. ولكن هل هذا ينفي وجود حركات باسم حركات الإسلام السياسي؟ أنا لا يمكن أن أنفي، هي موجودة، لكن أنا أقول من حق المسلم أن يمارس السياسة بصفته الشخصية كمواطن، ويطرح برنامجه من خلال خدمته لهذا المجتمع، ولا يطرح برنامجا مختوما بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا نبه إليه. لما كان يرسل وفوده إلى الناس كان يقول لهم للمصالحة بين الناس: إنهم أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تقبل، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. جدلا لو أنني قلت للحزب الإسلامي الذي يطرح برنامجه إسلاميا، وطبعا إذا طرحت منهجك إسلاميا يعني إلغاء الآخر، أنا من حزب الله، ما معنى ذلك؟ يعني المعارض هو حكما من حزب الشيطان، لأن هناك ثنائية خير وشر. فأنا من حزب الله، نحن جماعة الله، إذن أنتم حكما أصبحتم جماعة غير الله، وبالتالي يا مسلمين اسمعوا. لو أنني جدلا قلت للمسلم: نعم أخي جدلا أنت جماعة الله، وأنا كمسلم أنا مستعد أن أرضخ لبرنامجك. ما هو برنامجك؟ نحن كدولة إسلامية نريد أن نبني هيكلنا الإداري، كيف تختار رئيس الجمهورية؟ أنا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم يعين شخصا، هذا أسلوب. لما تولى أبو بكر عين شخصا، هذا أسلوب ثاني. لما عمر مات عين لجنة من 6 أشخاص ليختاروا شخص، هذا أسلوب ثالث. لما مات عثمان صار فراغ سياسي، الناس هجموا إلى باب سيدنا علي وقال: القطار بينسأق، تعال وقد المسيرة، هذا أسلوب رابع. سيدنا علي لما مات عين ابنه، وطبعا هذا بادرة تسجل على الإمام علي مع احترامي له، وهو يعني أحد ساداتنا وهو رابع الخلفاء الراشدين، هو أول من ورث ابنه، قال: ابني الحسن هو الخليفة من بعدي. هذا أسلوب خامس. سيدنا الحسن بعد فترة شهرين، سيدنا الحسن كان مثال الأخلاق، مثال قمة، رجل داعية، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين أو من المؤمنين. فالرجل شعر أن الواجب يحتم عليه أن تنازل لمعاوية، هذا أسلوب آخر. لما تنازل لمعاوية عمل اتفاقية بين عائلتين، تبادل السلطة بين أسرتين، الآن الأمير منكم، لكن إذا مت يا معاوية الأمراء منا، هذا أسلوب سادس. فليقل لي من يطرح الإسلام كمنهج سياسي أي هذه البرامج هي إسلامية حتى نختارها ونعتبر البرامج الأخرى غير إسلامية. الحقيقة أن هذه البرامج كلها غير إسلامية، وإنما هي جهد بشري
ونتاج تلك الظروف. واليوم بعد في القرن ال21 إذا توصل الإنسان إلى صناديق الاقتراع وإلى الديمقراطية وإلى الانتخابات، فعلى المسلمين أن يقفوا عندها. الحزب الذي يطرح نفسه كحزب محافظ، كحزب مسلم يلتزم بالضوابط الإسلامية، عليه أن يطرح منهجه من الزاوية الاجتماعية، من الزاوية الاقتصادية، من زاوية الخدمات البشرية. إذا نال آراء الناس وثقة الناس فليحكم، وإذا فقدها فلينزل إلى الصفوف الخلفية. نعم. أود أن أسألك عن هذه الحركات التي تعمل باسم الإسلام السياسي، وهي أشد الحركات التي تحارب الكرد والقومية الكردية. يعني يحق لجميع شعوب العالم قاطبة أحيانا باسم الماركسية أن تكون روسية ماركسية، فلسطينية ماركسية، أو الآن عربي إسلامي، ولكن لماذا لا يحق للكردي؟ ولماذا يحارب الكرد باسم الإسلام؟ وكيف يمكن للحركات السياسية الكردية والقوى الكردية أن ترد، وخاصة رجال الدين أو المتنورين من أمثالكم؟ بداية لنقف عند الإسلام. نعم. الإسلام من حيث المبدأ لا يمكن أن نقول إنه لشعب دون شعب، والكل يعلم أن الإسلام هو دين أممي للعالمين، للناس كافة. فهو ليس للعرب ولا للترك ولا للكرد ولا لشعب من الشعوب. وبالتالي الإسلام لم يحاول أن يسهر ثقافة أو شعب أو قومية أو لغة من لخدمة ثقافة أخرى. سلمان الفارسي طبعا هو من دولة فارس، ليس بالضرورة أن يكون فارسيا، فهناك روايات كثيرة تقول إن سلمان هو رجل كردي. أنا طبعا هذا الأمر لا يهمني، لأنه هو كردي ولا عربي ولا تركي ولا إنجليزي، في النهاية هو إنسان، وأنا أفتخر فيه كتجربة شخصية إنسانية بحثت عن الحق والهداية ووصل إليها. لكن هو طبعا ينتمي إلى الدولة الفارسية، لأن هناك دولتان. إذا قلنا فارسي يعني من الدولة الفارسية، وإذا قلنا رومي يعني من الدولة الرومية. سلمان لم يحاول الإسلام أن يذوب شخصيته، ظل سلمان فارسيا، ولا زلنا بعد 14 قرنا نعلم أن سلمان فارسي، وصهيب ظل روميا، وبلال ظل حبشيا. بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم مواقع مع صغر حجمهم. النبي عليه الصلاة والسلام هو عربي قرشي، فهو يمثل شريحة واسعة، بينما بلال يمثل شخصا واحدا. مع ذلك كان هناك منضدة طاولة مستديرة معنوية، كان يقعد النبي عليه الصلاة والسلام حولها مع هؤلاء، كان يقول أنا سابق العرب، وسلمان سابق فارس، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبشة. ليقول للناس إن لكل الأمم والشعوب شخصيتها المتميزة. أيضا من زاوية أخرى، الإسلام لا يناقض أن يكون الرجل وفيا لأهله لعشيرته، لكن شريطة أن لا يصل إلى حدود النتانة، إلى العصبية التي ينصر الإنسان فيها أخاه ظالما أو مظلوما. معهم عليهم. أما ضمن حدود الاعتدال فمن حقه أن يكون نافعا لأهله وعشيرته، ويحرص على ثقافته وكرامته وحريته ولغته. سعد بن عبادة رجل صحابي، ليس رجلا عاديا، ليس كمعشوق جاء بعد 14 قرنا بإمكانه أن يتلاعب بالإسلام كما يشتهي. سعد هو صحابي متقدم. مع ذلك يوم شعر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل المدينة بدأوا يتحدثون عنه أنه غير عادل، لأنه أعطى الأموال للمهاجرين وترك الأنصار، نادى سعد قال يا سعد أنت رجل أنصاري، وقد بلغني أن الأنصار يقولون عني أنني أعطيت المال لأهلي وتركتهم، ما مقالة وصلتني من قومك؟ قال سعد هي كما وصلتك يا رسول الله. قال وما تقول؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله. يعني كان بإمكان سعد لو أن الإسلام يمنعه أن يكون وفيا لقومه، كان بإمكانه أن يكون مثل صوفيي جماعتنا، أن يقول شيخ زاني، الشيخ يعرف والنبي يعرف وأنا خادم وأسكوليتما شيخمه وأنهى المشهد. لكنه قال يا رسول الله أنا رجل غير مستورد لا من إنجلترا ولا من أمريكا، أنا رجل أنصاري يؤلمني ما يؤلمهم ويفرحني ما يفرحهم. وما العمل الآن؟ ما أنا إلا رجل من قومي. طبعا النبي كان بإمكانه أن يقصيه وأن يلغيه وأن يكفره ويقول ما هذا أنداء الجاهلية في الإسلام؟ لا، أقره وقال استدعي قومك.
جعله أيضا واسطة بينه وبين قومه وخاطبهم طبعا، ووصل الأمر إلى نهاية سليمة سامية نفتخر نحن جميعا فيها. اليوم على كل الناس، طبعا أنا حركات الإسلام السياسي أنا أتحدث عن الجانب الإسلامي. نعم، حركات الإسلام السياسي إسلاميا نحن علمنا أن الإسلام ليس ضد أي جماعة، نعم. أي شعب، أي قوم، ولكن أن يحيا حياته الإسلامية. من حيث الواقع، نعم. نحن من حيث الواقع كبشر تتنازعنا أهواء ومصالح، من حق الشعوب الأخرى أن تتاجر باسم أي إيديولوجية لإقصائي، من حق الشعوب الأخرى. أنا منذ فترة تحدثت عن المعتقلات. نعم. أنا قلت من حق أي إنسان أن يبني معتقلا، لكن ليس من حقك أنت أن تخرج من بيتك حرا بإرادتك وترمي نفسك في المعتقل. ذكرت لهم التيس أبو كمال، قلت له من حق أي شخص أن يدعي أن تيسه كتيس أبو كمال، ويدفع النساء إلى الإنجاب، لأنه أنا سأستثمر التيس من أجل زيادة الأموال. من حق أي شخص أن يبني قبة على قبر جده ويقول هذا مزار وهذا يفعل ويترك وهذا المتصرف على الإطلاق. من حقي أنا كدنيا حلال عشاطر، لكن ليس من حقك ومن حق زوجتك وأفراد أسرتك أن تلقوا بأنفسكم بين أحضاني لأتفرد بكم وكما نحن نقول بالكردي لأبرشقكم. أنت رجل يجب أن تتنبه. طبعا أنا أقول من حق الآخرين أن يستعملوا الرسالة الإسلامية كما استعملوا الآخرين الرسالة الأممية، وهذا ما يحصل اليوم. مثلا الترك مثلا، نعم. الترك نعم. متوزعون حسب، أنا منذ فترة جاء رجب طيب أردوغان إلى دمشق، وأنا أحد الناس الذين التقيت بهم. هو كان يتحدث عن الترك كأمة واسعة متوزعة بين عدة دول. لما لم يتفكر هذا التركي يوما أن يوحد هذه الدول التركية وهو شعب مسلم؟ العرب مثلا، العرب الآن ما أدري هو 22 دولة، ربما 22 كيان، كل كيان له اتجاهاته الخاصة، لا يفكر أن تدفعه المظلة الإسلامية إلى الوحدة. لكن إذا تحرك شعب مظلوم مضطهد ويقول أنا من حقي أن أتحدث بلغتي، من حقي أن أحمي ثقافة أجدادي، من حقي أن أتسمى باسم أمي، الاسم الذي سمتني به أمي، من حقي أن أفتخر بهذا الاسم، يقول أنت تثور ضد المظلة الإسلامية، ضد الوحدة الإسلامية. منذ فترة كان هناك أحد الأساتذة، حتى لا يكون كلامنا تشهير لا نسميه، كتب رسالة صغيرة، كتب لغتنا والمؤامرة. بداية الإنسان يتأمل في الرسالة على أساس الدفاع عن اللغة العربية. حضرتك دكتور في دقيقة واحدة. نعم. في دقيقة واحدة. نعم. بداية يظن الإنسان أن هناك مؤامرة على اللغة العربية، وأنا كمسلم أنا أستميت من أجل الدفاع عن اللغة العربية لأنها لغة القرآن. نعم. لكن بعد أن تتفحص فيها المحور كله أن الأكراد إذا تحدثوا بلغتهم فقد انفصلوا عن الإسلام، وقد انهار الإسلام وضاع الدين وضاع القيم. يا أخي ما الناس يتكلمون بالأردية وما انهار الإسلام، ويتكلمون بالإنجليزية. منذ فترة روجيه غارودي منذ عدة سنوات أسلم، دوخونا برجل فرنسي دخل الإسلام. نعم. ما نحن 20 30 40 مليون سندخل الإسلام، نحن كردي. نعم. أنا أكون ثقل إن أحفاد صلاح الدين لا يستحقون مثل هذا التصرف وهذه المعاملة من الذين حمى صلاح الدين لواءهم ورايتهم. نعم، شكرا جزيلا لك. أهلا. طابت أوقاتكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة كذلك مع الدكتور محاشوق الخزنوي.